بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلت على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة وازيكم يا باشمهندسين؟ النهارده بأمر الله موعدنا مع الدرس الثاني في الوحدة الثانية في الهندسة، اللي هو بعنوان معادلة الخط المستقيم. الدرس ده درس تقيل، درس معلومات كتيرة، درس دسم في قوانين كتير، ودرس يعتبر درس مهم جدا 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 علشان بيفهمك بقى ايه هو الخط المستقيم، ازاي اجيب معادله الخط المستقيم والصور المختلفه لمعادله الخط المستقيم. ففي البدايه كده يا رجاله، الدرس النهارده ده بص مطلوب منك تفهمه كلمه كلمه. النهارده فهم مش حفظ. القوانين لازم تعرف القوانين دي جت منين واستنتجتها ازاي وربط ما بين القوانين ازاي. حصه من الحصص القويه، خلي بالك من الكلام ده. وطبعا السؤال ده سؤال اساسي في الامتحان، ودرس يعتبر درس من الدروس القويه جدا. نبدأ، وقبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية الكلام يا صديقي أنا عايز معادلة الخط المستقيم. طيب إيه الخط المستقيم؟ والله يا أستاذ الخط المستقيم ده اللي أنا عارفه من زمان، هو المستقيم ده ده ماشي، ده مستقيم أهو. مما يتكون هذا المستقيم من عدد لا نهائي من النقاط. عليه نقاط كتير جدا، يعني تقع عليه نقط كتير جدا. ممكن أقول في عندي نقطة هنا اسمها ألف، نقطة هنا اسمها ب، نقطة هنا اسمها ج، نقطة هنا اسمها د. ليه نقط كتير جدا. طب الاتجاه المستقيم ده بتحدد ازاي؟ الاتجاه المستقيم ده انا ما اعرفش هو ماشي كده، هو ماشي كده، هو ماشي كده، هو ماشي، ما اعرفش. فعشان كده يا صديقي المستقيم اللي قدامي ده فيه له حاجة اسمها متجه اتجاه. اسمع بقى اللي جاي ده كده بالله عليك، متجه اتجاه. ايه متجه الاتجاه ده؟ هو متجه غير صفري، مش صفري طبعا. يحدد اتجاه الخط المستقيم. يعني ايه يا استاذ؟ يعني انا ممكن اخد اي قطعه هنا على الخط، قطعه مستقيمه موجهه طبعا، مش شغال على المتجهات، واقول عليها اسمها متجه اتجاه للمستقيم، ويرمز له بالرمز ياء متجه. يعني ايه يا استاذ؟ يعني ممكن اقول مثلا متجه اتجاه بتاع المستقيم ده عباره عن يا صديقي الف ب، ما عنديش مشكله. او ممكن اقول له ب الف، ما بتفرقش معايا. او ممكن اقول له ب ج، برضه ما بتفرقش، ج ب. يعني اي قطعه مستقيمه على هذا المستقيم يمكن اسميها متجه اتجاه. متجه اتجاه هو عباره عن متجه يعبر عن اتجاه الخط المستقيم، وده هحتاجه في الحصه النهارده. يبقى ما هو المستقيم؟ عباره عن مجموعه من النقاط ممتده، ليس لها بدايه وليس لها نهايه. ده التعريف اللي انت درسته زمان. في حاجه اسمها متجه اتجاه المستقيم، هو قطعه مستقيمه موجهه، او ممكن اخد اي قطعه على مستقيم واقول له قطعه مثلا ب ج تحدد اتجاه المستقيم بتاعي، ب ج او ج ب. المستقيم ماشي من هنا او ماشي من هنا. طب تمام جدا. المستقيم ده عليه عدد لا نهائي من النقاط. طيب الراجل بيجي يقول لك انا عايز اجيب معادلته، تقول لي ماشي، معادله المستقيم ما انا درستها زمان يا استاذ، اللي هي ايه يا باشا؟ يقول لك انا خدت قبل كده صوره اسمها الف س زائد باء، او الف س زائد الباء صاد زائد الجيم بتساوي صفر. قلت لك صح، الصوره دي درستها من زمان. يعني كانت حتى ما اجي اقول لك ايه رايك في معادله المستقيم 2 س زائد 3 ص زائد الخمسه بتساوي صفر، تقول لي ده معامل السين، ده معامل الصاد، ده الحد المطلق. الكلام ده كان في الاعدادي، ماشي. دي كانت اسمها الصوره العامه، وبالمناسبه دي اسمها كده يا صديقي الصوره العامه لمعادله المستقيم، ماشي، اللي هي ا س زائد الب ص زائد الج بتساوي صفر. ايوه خدنا احنا صوره زمان برضو كده، وانت عيل صغير في الاعدادي برضو كنت تروح تقول لك ص تساوي م س زائد الج. فاكر دي؟ تقول لي فاكرها. اقول لك ايه اللي فاكره؟ كنت بتقول لي زمان يا مستر في ثالثه اعدادي ان م ده اسمه الميل، ايوه، وجيم ده يا استاذ اسمه الجزء المقطوع من محور الصادات. برافو جدا. الحاجات دي خدناها برضه. ص بتساوي م س زائد الجيم، ما هو انا لو جبت ص لوحدها من هنا هبدا انقلها، وحتى انا كده بعرف اجيب الميل. فاكر سالب معامل س على معامل الصاد؟ فاكر الكلام ده؟ طب تمام قوي. كل اللي بقوله لك ده تمهيد، كل اللي بتكلم فيه مع حضرتك النهارده ده تمهيد. يبقى دلوقتي ما هو المستقيم؟ عباره عن مجموعه من النقاط ممتده من طرفيها، خط مستقيم عليه عدد لا نهائي من النقاط. ممكن اخد اي نقطتين نقول عليها متجه اتجاه، وبرمز له بالرمز ايه؟ قطعه مستقيمه صغيره تحدد اتجاه المستقيم. ده كلام بسيط جدا. الراجل النهارده يا صديقي هيجي يقول لك بعد اذن حضرتك اوجد معادله المستقيم اللي قدامي ده. طب معادله المستقيم اللي هي الصوره دي، قال لك لا انا عندي 3 صور جداد عايزك تعرفهم وتحفظهم وتقول لي ده معادله المستقيم. ايه ال3 صور دول؟ ركز بقى عشان اللي جاي ده كده هندسه هيبقى شديد شويه، بالله عليك تركز. اول حاجه يا صديقي الراجل هيجي يقول لك الصور المختلفه، الصور المختلفه لمعادله المستقيم. ايه الصور المختلفه ده؟ وانا عندي كام صوره؟ انا عندي 3 صور. انا عندي 3 صور لازم تكون عارفهم وحافظهم كويس جدا جدا جدا، وبتعرف تحول ما بينهم ازاي. فركز قوي بالله عليك. طيب اول صوره يا صديقي رقم 1
اسمها الصورة المتجهة. تقول لي ماشي، طب ما دي جايه من اسمها صورة متجهة، يعني فيها متجه. هي يا صديقي راء متجه تساوي قاف زائد كاف في ياء متجه. كمان مرة، راء تساوي قاف زائد كاف ياء متجه. قول تاني كده، راء تساوي قاف زائد كاف ياء متجه. راء تساوي قاف زائد كاف ياء متجه. تعال نشرح. هو راء يعني ايه يا استاذ؟ حيث راء ده يا صديقي اسمه متجه اتجاه اي نقطة تقع على المستقيم، يعني هي س وصاد. راء ده اسمه متجه اتجاه اي نقطة تقع على المستقيم، يعني نقطة غير معلومة بقول بسميها س وصاد. طيب ايه هي قاف؟ خلي بالك من الكلام ده مهم قوي. قاف دي نقطة تنتمي للمستقيم، مش اي نقطة، لا ولكن نقطة تقع على المستقيم. ماشي. ايه كاف؟ حيث كاف ده ثابت ماليش دعوة بيه، حاجة عبيطة كده بسيبها زي ما هي ثابت ماليش دعوة بيه. طب ايه هو ياء؟ ياء ده اللي انا لسه قايله لك حالا وده مهم جدا. ياء ده يا صديقي الا وهو متجه، اسمع بقى اللي هيحصل، اتجاه المستقيم. طب بيكون عباره عن ايه بقى؟ متجه اتجاه المستقيم ده بيكون عباره عن نقطه اسمها الف وب. الف وب، نقطه الف وب. بجيب متجه الاتجاه ازاي؟ الكلام ده بقى ايه؟ محتاج بس تكتكه كده واحده واحده، ناخد الصوره نعرف المعطيات بتاعتها ونكمل. ده لسه ده الشرح كتير جدا، هربط لك الدنيا ببعضها. يبقى دلوقتي راء اسمه متجه اتجاه، قاف نقطه تنتمي للمستقيم، كاف ثابت، ياء اسمه متجه اتجاه المستقيم، متجه اتجاه المستقيم، متجه اتجاه المستقيم. تعالى بس اخلص لك من حته ياء دي. هو ياء ده بيجي ازاي؟ بص يا معلم، ياء ده عباره عن الف وب. ماشي. ياء ده بيجي من الميل، ايه زي ما سمعت كده الميل. طب الميل بتساوي ايه يا استاذ؟ بص بقى، طبعا الف وب اللي هي س وصاد. الميل ده يا صديقي اللي هو بيبقى سالب ب على الالف، اللي احنا قلناها زمان سالب صاد على السين. فمش فاهم يا وانا جيت قلت لك ايه رايك يا صديقي لو انا جيت قلت الميل ده 2 على 5، تعرف تجيب لي يه؟ تقول لي اصبر بقى، يه دي عباره عن ايه يا محترم؟ س وصاد، يبقى 5 و2. فهمت حاجه؟ ما فهمتش. يبقى الميل على طول بيكون ده صاد على السين اللي هو ب على الالف. فلو انا عندي الميل وعايز اجيب يه بعملها كده. طب لو ايه رايك لو انا معايا ايه متجه الاتجاه ب3 و4، تعرف تجيب الميل؟ تقول له اصبر بقى معايا كده يا باشا، الميل صاد على السين يبقى 4 على 3. يبقى لو انا معايا الميل اعرف ان هو صاد على س، احطه في متجه الاتجاه ازاي؟ اشقلبه. ولو انا معايا متجه الاتجاه هقول له اليه اللي هي الميل بجيبها ازاي؟ من صاد على س. الكلام ده لسه هنعيد ونزيد ونشرح فيه للصبح. بس اصبر، انا منبهك في البدايه الحصه دي تقيله في شرحها وتقيله في افكارها وتقيله في مسائلها، فبالله عليك تهدى خالص وما تستعجلش. يبقى اول حاجه احنا درسنا حاجه اسمها متجه الاتجاه. راء بتساوي قاف زائد الكافيه. راء ده عباره عن متجه اتجاه المستقيم، قاف نقطه تنتمي للمستقيم، كاف ويه دول ثوابت. مش فاهم؟ بص يا صديقي، اوجد اهو، شوف هوضح لك، اسهل لك الدنيا قوي. اوجد معادله المستقيم او اوجد الصوره المتجهه لما نيجي نحددها. يعني الذي، بص بقى، الذي يمر بالنقطه 5 و6 ومتجه الاتجاه له عباره عن 2 و4. اتفضل تروح تقول له بسم الله الرحمن الرحيم في البدايه كده، عايز الصوره المتجهه اهي. تروح تقول له الصوره المتجهه عباره عن راء متجه بتساوي قاف زائد كاف ياء. جدع. راء مالكش دعوه بها خالص، بتسيبها زي ما هي. قاف النقطه التي تنتمي للمستقيم اللي هي دي 5 و6. جدع. زائد كاف ثابت، ياء متجه الاتجاه 2 و4. صباح الفل، انت كده خلصت. فاذا يا اصدقائي لو قدرت توفر لي نقطه ومتجه الاتجاه بعوض تعويض مباشر في القانون، مفيش عليك الا انت تكون حافظ القانون بس. ر تساوي قاف زائد كاف ي. ر تساوي قاف اللي هي النقطه، كاف ماليش دعوه بيها، ي متجه الاتجاه. جبت لي النقطه ومتجه الاتجاه، سؤالي خلص. كمان واحده، اوجد الصوره المتجهه لمعادله المستقيم الذي يمر بالنقطه -3 و-2 وميله عباره عن -4 على 5. تروح تقول له بسم الله، راء متجه بتساوي قاف زائد كاف ياء. قول ورايا بالله عليك عشان تحفظ القانون. راء متجه بتساوي قاف زائد كاف ياء. قاف زائد القاف يعني ايه؟ النقطه. فتروح للدكتوره وتقول لي والله يبقى راء هتساوي النقطه معانا -3 و-2 زائد كاف الثابت ياء متجه الاتجاه. هنا في السؤال ده كنت جايب لك متجه الاتجاه، ولكن انا جبت لك الميل. حلو.
لو انت واد جدع بتقول لي بقى ازاي بحول الميل لمتجه الاتجاه، لسه شارحها لك حالا اهو. جيت قلت لك يا صديقي لو انا معايا الميل ب على الف يبقى متجه الاتجاه بيبقى الف وب، اقلبهم يا معلم. يعني مش انت جايب لي الميل اهو، يبقى متجه الاتجاه بتاعي يبقى 5 وسالب 4. مش عارف لازم تقول له الميل ده صاد على السين، يبقى 5 وسالب 4 كده يا باشا انت خلصت. يبقى انا كده يا مستر خدت اول صوره اللي هي الصوره المتجهه، لازم يبقى عندي نقطه ومتجه الاتجاه بالظبط كده. يبقى انا عندي كام صوره بقى يا استاذ عشان نلخص الدرس ده؟ عندك 3 صور يا استاذ هتشتغل عليهم. اول حاجه يا صديقي رقم 1 اسمها الصوره المتجهه، الصوره المتجهه. ماشي، تعال نكتبها يلا. الصوره المتجهه راء متجه بتساوي ق زائد ك ياء، ماليش دعوه ب ق النقطه ك الثابت ي متجه الاتجاه. يجي بعد كده يقول لك طب تعالى بقى انا عندي صوره ثانيه اسمها الصوره او المعادله البارامتريه، وبين قوسين الوسيطيه، بنسميها كده. المعادلتان البارامتريتان او الوسيطيتان، معلش هم اسمهم كده. بتجيب المعادلتين هم معادلتين اتنين. بص بقى يا باشا، خليك معايا الحنان كده. بص انا هحفظك حاجه قوي حلوه قوي. مش احنا لسه قايلين ر دي اللي هي عباره عن س وصاد؟ ادي س وصاد. وقاف دي اللي هي النقطه، فبنروح نسميها س واحد وصاد واحد. وياء دي اللي هي الف وب. فتعالى بقى عشان احفظك المعادله البارامتريه على طول، فتاخد الاول مع الاول مع الاول. يعني ايه؟ يعني تروح تقول له س تساوي س واحد زائد الف كاف. بص الاول مع الاول مع الاول. طب صاد تساوي الثاني مع الثاني مع الثاني. صاد بتساوي صاد واحد زائد ب كاف، صاد واحد زائد ب كاف. لازم تجيب الاثنين دول، ودي اسمها المعادله الايه؟ البارامتريه. الاثنين دول مع بعض. مش فاهم؟ اصبر واحده واحده. ما هو مش كل حاجه او اول معلومه هتخش دماغك بالعافيه، لا اهدى خالص، اهدى خالص. امشي معايا كده في الحصه مرحله مرحله. مش اول حاجه انا ما فهمتش. اهدى يا باشا، اهدى بس عليك، ده بقول لك الدرس ده تقيل. اهدى، ده انا عامل لك ملخص والله. بص باذن الله مش هشوف في حته ثانيه. اهدى بس، الدرس ده صعب وبتشرح بطرق يعني مختلفه كتير. تعالى بقى اخر صوره معانا عشان يبقى احنا خلصنا. رقم 3 اسمها الصوره الكارتيزيه. الصوره معانا اسمها الصوره الكارتيزيه اهي، كده بيسموها كده المعادله الكارتيزيه. عباره عن ايه دي؟ عباره عن سهله قوي، انا بحبها. بقول لك والله صاد ناقص س ناقص تساوي الميل. انا عايزك تحفظها كده. صاد ناقص ايه؟ صاد ناقص صاد واحد، س ناقص س واحد بتساوي الميل. ده اللي انا عايزك تحفظه. ايه صاد واحد وايه س واحد؟ اقول لك حيث س واحد وصاد واحد النقطة التي تنتمي للمستقيم. بص يا استاذ، بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش فاهم منك اي حاجة خالص. طب ما تصلي على النبي كده واهدى عليه الصلاة والسلام. شوف السؤال ده كده، شوف السؤال كده. في بداية الكلام يا صديقي، انا النهارده جاي اجيب معادلة للمستقيم. هاجي ادي لك شويه معطيات، ومن المعطيات دي انت حضرتك هتروح تجيب لي المعادله. طب انا عندي كام معادله؟ انا عندي 3 معادلات. هجيب ال3 معادلات. ايوه السؤال هيجي زي السؤال ده، اوجد الصور المختلفه. فلازم تروح تجيب ال3 معادلات. يا اما هيسالك في معادله واحده بس، اوجد الصوره العامه، اوجد الصوره القرطيزيه، اوجد الصوره المتجهه، اوجد المعادله البارامتريه. بيحدد. فانت هتتعلم وتتدرب تجيب المعادلات دي ازاي. امين امين. السؤال بتاعي بسم الله الرحمن الرحيم في البدايه بيقول لي اوجد الصور المختلفه لمعادله الخط المستقيم الذي يمر بالنقطه. فتيجي انت زي هو كاتبها لك، او زي الشاطر تقول والله ق اللي هي النقطه بتاعتي اللي هي 3 وسالب 2، اللي هي بالمناسبه اللي هي س واحد وصاد واحد. والمتجه ي الله يبارك لك، المتجه ي ده عباره عن سالب 2 و1، ده متجه الاتجاه. كل حاجه متوفره. فتيجي زي الشاطر وتقول والله انت مطالب ان انت تكون حافظهم. الصوره المتجهه من حفظها بقى دلوقتي، تروح تقول لي والله الصوره المتجهه ده ر متجه بتساوي ق زائد ك ي. قدرت توفر لي الحاجات دي، الله يبارك لك. يبقى اهو ر تساوي ق اللي هي موجوده اللي هي 3 وسالب 2 زائد ك اللي هو الثابت في ي موجوده سالب 2 و1. جدع، دي اسمها الصوره المتجهه يا برنس. طيب تيجي بقى للمعادله البارامتريه اهو، او الصوره البارامتريه او الوسيطيه، عايز تسميها كده سميها اهو البارامتريه. طب ليه بيسموها المعادلات البارامتريه؟ عشان بيبقى بتيجي بدلاله الرمز اللي هو كاف. فاهم اللعبه؟ ماشي. فبعمل ايه يا استاذ؟ ولا اي حاجه خالص يا مستر. ما بتروحش انت تحفظ دول بقى. س بتساوي س واحد زائد الف كاف وصاد واحد. لا انا بقول لك حاجه حلوه. ما هو انت المفروض تقول لي دي الف ودي ب. فلو رحت عوضت هتقول لي 3 ناقص 2. المفروض تكتب كده 3 ناقص 2 كاف وسالب 2 وكده. انا بقول لك حاجه حلوه. بص تعالى ده هي في الكهف. قول لي والله دي اسمها س وصاد بس.
فتروح تقول له خلاص يبقى س هتساوي بص 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 وصاد هتساوي. بقول لك ايه بقى؟ خد الاول مع الاول مع الاول، الاول هنا ايه 3، فتروح تقول له 3 سالب 2 في كاف سالب 2 كاف، مفيش احسن من اللعبه دي. خد الثاني مع الثاني مع الثاني، يبقى سالب 2 زائد الواحد في كاف بواحد كاف، اللي احنا لسه كاتبين القانون بتاعها س واحد اللي هو 3 زائد الف في كاف، الف اهو سالب 2 في كاف. يبقى عشان تحفظها كده على طول فك دي س وصاد، هتاخد السين يبقى الاول هتاخد الصاد يبقى الثاني بس خلصنا. طب الصوره بقى الكارتيزيه، حاضر اهو الكارتيزيه بنجيبها ازاي؟ قلت لك دي جميله قوي. بص بص تروح تقول له صاد ناقص س ناقص تساوي الميل. انا عن نفسي بحب احفظها كده، صاد ناقص الايه وس ناقص الايه، صاد ناقص النقطه موجوده هات يا معلم اهي، صاد ناقص النقطه يبقى دي س وصاد، يبقى صاد ناقص 2 يبقى زائد 2، س ناقص 3 اهو بتساوي ايه يا محترمه؟ قولي لي الميل. اوبا 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 اوبا، فاكره انا لسه قايل لك الميل بجيبه ازاي من المتجه للاتجاه؟ ايوه اهوت يا صديقي يا محترم. تقول له لو انت عاوز الميل صاد على س 1 على سالب 2، تقولي 1 على سالب 2. شاطره قوي، دي اسمها المعادله الكارتيزيه. ايه رايك فيها؟ بتسيبها كده؟ طب لو انا رحت ضربت بقى طرفين في وسطين باخد الصوره العامه، فاكراها؟ يبقى لو احنا رحنا ضربنا هتقولي لي بقى سالب 2 في صاد سالب 2 صاد، سالب 2 في موجب 2 بسالب 4 بتساوي 1 في س بس ناقص 3. جمع الصادات مع بعضها وظبط كده، فهتنقل يبقى دي اسمها سالب 2 صاد، او خد دي هنا بالموجب احسن. بص بص خد دي بالموجب احسن، يبقى ده هتفضل س زائد 2 صاد، هنقل دي بالموجب تبقى 4 موجب 4 وناقص 3 يبقى موجب 1 بتساوي 0. دي كده يا باشمهندسه اسمها الصوره العامه. ده كلام طلع على تقيل يا استاذ احمد، امال احنا بنهزر؟ حصه تقيله يا جماعه. طب كمان واحده كده عشان نتدرب، يلا بينا. اوجد الصور المختلفه لمعادله المستقيم، الله يبارك لك، الذي يمر بالنقطه. فتيجي كده يا صديقي وتقول له والله كده اهو بص اتعلم بقى تحل ازاي، وتكتب النقطه اللي هي قاف عباره عن سالب 2 و1 ماشي، وميله اكتب كده ما يزعلش، الميل يساوي سالب 4 على 5. طب استنى، لو انا عاوز يه بقى من الشاطر اللي عرف اللي حفظ دي بعمل دي ازاي؟ والله يا استاذ بشقلبهم، يبقى 5 وسالب 4 بس كده. يبقى لو انا عندي الميل لازم اكون عارف ان الميل ده ب على الف بس كده، ومتجه لاتجاه الف وب. فلو انا عندي الميل اقلبهم يبقى 5 وسالب 1، عندي متجه لاتجاه وعايز اجيب الميل يبقى ب على الالف بس كده. انت برنس كده، انا عسل قوي. تعالى بقى نعم واحد، انا عايز الصوره المتجهه، فاكتب كده الصوره المتجهه، ومعلش بالله عليك تكتبها على ما تحفظها. تقول له ر متجه بتساوي ق زائد ك ي متجه. جدع، يلا بينا. يبقى ر متجه بتساوي ق النقطه سالب 2 و1 زائد الكاف ثابت، ي متجه جبناها 5 وسالب 4 بس بالسهوله دي. ايوه انت زعلان ليه؟ هات الصوره اللي بعدها اسمها الصوره البارامتريه او الوسيطيه ماشي، تبقى عباره عن معادلتين. تقول له س تساوي صاد تساوي، مين حفظها؟ استاذ احمد قال لك فك دي س وصاد، هتاخد السين يبقى تاخد الاول مع الاول يطلع سالب 2 زائد 5 في كاف 5 كاف، هتاخد الصاد يبقى الثاني مع الثاني 1 سالب 4 كاف. جدع يد والله. تروح تجيب بقى المعادله الكارتيزيه اهو، الكارتيزيه حفظتها لك انا، صاد ناقص س ناقص تساوي الميل، صاد ناقص س ناقص تساوي الميل، صاد ناقص النقطه كام يا معلم اهي. خلي بالك بقى، ما ينفعش بقى تخلي بالك من دي، لازم صاد ناقص الصادات يبقى صاد ناقص الواحد، س ناقص 2 يبقى زائد 2 تساوي الميل سالب 4 على 5 بس. دي الكارتيزيه، تسيبها كده. طب لو طلب منك يا دكتوره الصوره العامه، تعال نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بنعمل مقصات احنا بقى. 5 في صاد ب5 صاد ناقص 5 في 1 ب5 سالب 4 س سالب 4 س سالب 2 في 4 بسالب 8. جمع ده هنا فتوصل ان 5 صاد اهو 5 صاد زائد 4 س عدت 8 بموجب يبقى زائد 3 بتساوي 0. ودي اسمها الصوره العامه. هتيجي تشوف هنا اللعبه سهله والقوانين بالنسبه لك سهله. تعالى بقى ايه يا باشا، هنا بقى يا باشمهندس بندخل للجد الجد الجد الجد. انت لو انت ملاحظ انا موفر لك كل حاجه يا معلم. جدع، يبقى علشان تقدر تتكلم معايا بصوت عالي كده تعالى نكبر الخط شويه وتقول لي انت حضرتك عاوز معادله المستقيم ايا كانت الصوره من الثلاثه اللي احنا قلناهم. لازم حضرتك تبقى جدع معايا وتوفر لي حاجتين اتنين. اول حاجه نقطه، ومش اي نقطه، لا تنتمي للمستقيم، تكون على المستقيم نفسه مش اي نقطه، ونرمز لها بالرمز ق. ولازم حضرتك توفر لي حاجه ثانيه، ميل الخط المستقيم ده
الله. والميل ده بقدر اجيب منه ايه؟ اللي هو متجه لاتجاه. قدرت توفر لي الحاجتين الاثنين دول، يبقى احنا كده حبايب واخوات وكفاءه ومفيش مشكله. طيب انا بقى هعمل معاك الصح، ومش الصح بس، ده هعمل معاك صح الصح كمان. ايه صح الصح ده؟ هعلمك تجيب النقطه ازاي ومتجه لاتجاه ازاي، ومحدش هيقول لك الكلام ده. اولا يا صديقي تعالى نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في النقطه. النقطه دي يا صديقي اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم بتبقى معطاه، ومعطاه بنسبه 99%. رب هلاقيك جايب 99% يا ابني. معطاه يعني انا هكون جايبها لك في السؤال. اقول لك اذا كانت النقطه اهي، نقطه تنتمي للمستقيم اهو، نقطه مش عارف ايه الكلام الحلو ده. طيب لو النقطه مش معطاه تروح تعمل حاجه حلوه قوي. تاني حاجه، والله يا استاذ لو انا مديك مستقيم ومش عايز النقطه، مش عايز النقطه، اقول لك اهو عوض مكان س او صاد باي رقم. وخلي بالك من كلمه اي رقم ده، انا عن نفسي بعوض مكان السين او الصاد واحده فيهم عن صفر واجيب النقطه. الكلام ده مش هيبان معاك دلوقتي غير في الحل، بس الملخص ده والله العظيم يا صديقي، والله العظيم يعلم ربنا ملخص مهم جدا جدا. طيب دي كده النقطه. ايه تاني اللي ناقص؟ الميل. يبقى لو انا عرفت اجيب النقطه والكلام ده كله كده انا خلصت. تعالى اكلمك بقى في الميل، وده التقيل بقى. الميل، ميل الخط المستقيم. ازاي نجيب الميل؟ سم الله، صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. اول حاجه يا صديقي رقم واحد، بجيب الميل ازاي؟ انت كان عندك الحاجات دي من زمان. والله لو انا عندي معادله بتقول لك ا س زائد ب ص زائد الجيم بتساوي صفر، فلو انا معايا خط زي كده بروح اقول له يبقى الميل يساوي سالب معامل س على معامل الصاد. فاكر اللعبه دي؟ فبقول له والله سالب ا على ب، يبقى ده الميل. يبقى لو انا معايا زي ايه مثلا اهو، لما اجي اقول لك مثلا معايا خط مستقيم 2 س زائد 3 ص زائد السبعه بتساوي صفر، لو السين والصاد مع بعض تروح تقول له انت عاوز الميل؟ يبقى الميل سالب 2 على 3. يبقى اول حاجه بجيب الميل ازاي؟ لو انا معايا خط مستقيم زي ده كده بقول له سالب معامل السين على معامل الصاد، سالب معامل السين على معامل الصاد. خلي بالك من دي قوي. طيب ازاي اجيب الميل؟ الطريقه الثانيه، لو انا معايا صديقي نقطتين. ايه نقطتين دول؟ يعني لو انا معايا مثلا معايا زوجين مرتبين كده اهو، مثلا هنا س واحد وصاد واحد وس 2 وصاد 2، واظن دي انت عارفها. ازاي يا استاذ احمد؟ يا ابني ما انت حافظ القانون اللي هو ايه؟ صاد 2 ناقص صاد واحد على س 2 ناقص س واحد. احنا بنقولها بالعربي فرق الصادات على فرق السينات. صح جدا. يبقى والله لو انا اديتك نقطتين، خلي بالك ده انا هنوع لك بقى في الافكار. مش كل سؤال هقول لك الميل اهو، لا ده انا هديك تجيب الميل ازاي بقى، ده المهم. فلو انا معايا معادله خلاص سالب معامل سالب معامل الصاد، معايا نقطتين فرق الصاد على فرق السينات. جدع، نقطتين يعني ازواج مرتبه يا رجاله. ما اجي اقول لك مثلا 2 و3 و5 و6، تعرف تجيب الميل؟ يقول لك الميل والله هنا فرق الصادات، يبقى 6 ناقص 3 5 ناقص 2. خلاص انا كده خلصت. يبقى الميل بيجي فرق الصادات على فرق السينات. جدع. في كمان واحده رقم 3. فاكر احنا قلنا الميل يساوي ظا الزاويه. لو راجل جاي يقول لك اذا كان المستقيم يصنع زاويه قياسها مثلا 45، هتجيب الميل ازاي؟ بقول له ظا 45. المستقيم يصنع زاويه مثلا قياسها 70، يبقى ظا 70. يبقى الميل بيجي ازاي؟ الميل يساوي ظا الزاويه، الميل يساوي ظا الزاويه. طيب في حاجه كمان رقم 4، الميل بيجي لو انا مثلا معايا صاد بتساوي م س زائد الجيم، فاحنا عارفين من هنا من الاعدادي ان الميل يساوي م على طول. يعني ما اجي اقول لك صاد بتساوي 5 س زائد السبعه، تقول له بص بقى يبقى الميل يساوي 5 على طول. طب ايه الفرق ما بين دي؟ بص كده، والفرق ما بين دي مثلا بص عليهم قوي. دي صاد لوحدها، انما دي صاد وس مع بعض. فلو الصاد وس مع بعض تقول له سالب معامل س معامل الصاد، انما لو الصاد لوحدها لا باخد معامل السين على طول. في حاجه ثانيه اجيب منها الميل؟ لسه قايلها لك وخلي بالك منها. رقم 5 متجه لاتجاه. انت عرفتها خلاص وانا شرحتها. متجه لاتجاه اللي هو ايه؟ اللي هو بيبقى عباره عن ا وب. طب الميل بيساوي هنا ايه؟ الميل يساوي ب على ا. يعني لو انا جيت قلت لك متجه لاتجاه له عباره عن 2 و4، تقول لي خلاص يبقى الميل يبقى كام على كام؟ ص على س او ب على ا 4 على الاثنين. خلي بالك من دي. اذا اللغز في الجزء او في الحصه دي او في الجزئيه دي هو الميل.
عرفت ان انت تجيب الميل صح، سؤالك خلص. انا بقى، ما هي بقى اللعبه كده والحاجه اللي بتخوف العيال ان هو بقى ايه، بيغير في اشكال السؤال، ما بيجيبلوش السؤال صريح، وانا خلاص بقى بقيت يا بابي يا مامي انا حافظ السؤال صريح. لا يا بابا مش هينفعش، ده انا بقعد اغير في الاشكال والالوان، وعشان كده الدرس ده بيعمل عقده للعيال. لو انت مش مركز مش مذاكر الملخص اللي انا عامله لك ده، مذاكره كويس جدا جدا وفاهم كل نقطه فيه، الدرس ده بالنسبه لك عقده والله. اسمع اللي بقول لك عليه. كده احنا بنتكلم مع الميل، بس في حاجه لازم تكون عارفها. الميل، مش احنا لسه قايلين يا صديقي الميل ده بيساوي ظل زاويه؟ طيب يعني ايه ظل زاويه؟ الراجل يجي يقول لك بص يا صديقي، الميل ده له اشكال كتير جدا. لو المستقيم بتاعك يصنع كده زاويه، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله كده اهو. لو انا عامل مثلا مستقيم، ايه يا عم ده بقى، خليه كده اهو ماشي عشان ما تقرفناش، مثلا كده اهو ماشي. وجيت قلت لك يا صديقي شوف الشكل الثاني ده كده اهو، عشان الحته دي لازم تكون عارفها كده اهو. وجيت قلت لك ماشي يا صديقي شوف الشكل ده كده، وعملت لك خط مستقيم كده اهو. وجيت قلت لك يا صديقي شوف الشكل ده كده، وعملت لك الخط المستقيم كده اهو. الميل بيبقى له 3 اشكال او له 4 اشكال لازم تكون عارفها. الميل هنا اشارته موجب. ايه موجب ده؟ طبعا. ليه؟ اصل الراجل بيقول لك الميل يرتبط بالزاويه، دي معلومه لازم تكون عارفها. على فكره هتروح ثانيه ثانوي وثالثه ثانوي سواء فيزياء وكيمياء ورياضه، لو مش عارف المعلومات دي والله هتتعب، والله هتتعب. فالميل بيقول لك الميل موجب ليه؟ عشان الميل مرتبط بالزاويه. الراجل بيقول لك لو الزاويه حاده يبقى الميل موجب. حاده يعني زي دي كده. فين الزاويه؟ الزاويه هي يا باشمهندس الزاويه التي يصنعها المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. بتسمع الكلمه دي كتير. يعني ايه الاتجاه الموجب لمحور السينات؟ يعني الحته دي، ده اسمه الموجب، انما ده السالب. طب بالنسبه للخط الثاني او الرسمه الثانيه، لو انت جيت بصيت عليها يا صديقي اهو، احنا بنقول الميل هنا سالب. الميل سالب. ليه الميل سالب؟ لو انت ركزت هنا الميل يصنع زاويه منفرجه. منفرجه يعني ايه؟ اهي بص 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 بص، كل دي الزاويه اهي يا باشمهندس. يبقى الميل هنا سالب. يبقى ما هو بالعقل، انت امسك الاله الحاسبه بتاعتك واكتب اكتب تان اي رقم حد، اي زاويه حد، تان 30 40 50 لحد تان 89 يا عم. هات كل تانات الحاجات دي هتلاقيها كلها بالموجب. طب هات بقى اي زاويه منفرجه وهتلاقيها اي تان، يعني هات اي زاويه منفرجه 110 120 100 170 هتلاقيها سالب، الرقم يطلع سالب. يبقى لو الزاويه حاده الميل موجب، الزاويه منفرجه الميل سالب. طيب هنا الراجل بيقول لك الميل بيساوي صفر، ودي احنا عارفينها من زمان فعلا. هنا الميل يساوي صفر. ليه الميل يساوي صفر؟ عشان هنا المستقيم يوازي محور السينات. فلو المستقيم يوازي محور السينات يبقى الميل يساوي صفر. طيب هنا الميل غير معرف، بتكتب كده اهو الميل غير معرف، والمعلومه دي تخلي بالك منها، غير معرف يعني 1 على الصفر. اول ما اقول غير معرف تقول لي 1 على صفر. ليه؟ عشان المستقيم يوازي محور الصادات، المعلومه دي خلي بالك منها. فلو قلت لك المستقيم يوازي محور السينات تقول له الميل بيساوي صفر. المستقيم يوازي محور الصادات الميل غير معرف، وبالتالي 1 على صفر. في بعض الملاحظات او بعض العلاقات على الميل لازم تكون عارفها. ايه العلاقات دي يا صديقي؟ الراجل بيجي يقول لك لو انت عندك مستقيم او شرط التوازي اللي هنكتبها في صفحه ثانيه، احنا ورانا ايه؟ يجي يقول لك يا صديقي برضو انا شغال مع الميل، هو لغز الحصه دي كلها في الميل والله العظيم. الراجل يجي يقول لك ايه بقى يا معلم؟ يجي يقول لك اذا كان المستقيم لام 1 يوازي المستقيم لام 2 فان. انت ما بتفهمش الكلام ده اهو. باجي اقول لك هنا يا صديقي شرط التوازي، وطبعا احنا الكلام ده قلناه في المتجهات اصلا. شرط التوازي فنروح نقول له ميل الاول يساوي ميل الثاني. فلو انا جيت قلت لك مستقيمان متوازيان تقول له ميل الاول يساوي ميل الثاني. جدع. طيب الراجل يجي يقول لك برضه بص يا معلم لام 1 عمودي على لام 2، وانت بتشوف الحاجات دي بتخاف مش عارف ليه. هاجي اقول لك هنا يا محترم شرط التعامد او المستقيمين متعامدة، تروح تقول له بص بقى هو بيقول لك ايه؟ ميل الاول في ميل الثاني يساوي سالب 1. انا بقى عن نفسي كاحمد الفواخري بحب اكتب حاجه حلوه ان هو قوي. ايه هي؟ لما يقول لك تعامد بص اقلب، شوف خلي بالك من الحته دي بقى وغير الاشاره. مش فاهم يا استاذ احمد؟ تعالى افهمك. بص يا صديقي، اذا كان ميل المستقيم الاول عباره عن 2 على 5 ماشي، المستقيم الاول، وكان المستقيم لام 1 يوازي المستقيم لام 2، تقول له استنى مش بيوازيه؟ يبقى الميل هو الميل، يبقى ميل الثاني هيساوي برضه 2 على 5. جدع. طيب لو انا جيت قلت لك بقى وكان
المستقيم لام واحد عمودي على المستقيم لام اتنين، تعمل ايه؟ تقول له استنى بقى، ايه يا حبيبي؟ هو انا هاخد ده في ده واساويه بسالب واحد؟ لا لا لا، اقلب وغير الاشاره. يعني ايه؟ مش ده 2 على 5؟ خليه انت 5 على الاتنين وغير الاشاره، خلي بالك المعلومه دي. فلو انا جيت قلت لك تعامد اقلب وغير الاشاره، تعامد اقلب وغير الاشاره. تخيل بقى ان الدرس ده يعتبر كده خلص. هو الدرس ده كله قائم على الميل فقط. فلو انت حضرتك قدرت توصل الى الميل خلص السؤال. فاضل لك صوره واحده من صور المعادله بتاع الخط المستقيم عشان اكون خلصت معاك الدرس بقى وادخل على حل اسئله. انا مجهز لك النهارده اسئله تقيله قوي وافكار حلوه والله العظيم هتعجبك. سمي الله، صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. محتاجك يا صديقي معلش تراجع معايا تاني. انا عاوز معادله الخط المستقيم. ترد عليا وتقول يا استاذ احمد انا عشان بحبك لازم توفر لي حاجتين اتنين. لازم يبقى معاك نقطه، ومش اي نقطه يا جماعه، لازم نقطه تنتمي للمستقيم، لازم نقطه تبقى على المستقيم نفسه، ولازم تاني حاجه يكون معايا الميل، عشان الميل ده ممكن اجيب منه اي حاجه في الدنيا. تروح تقول لي انا معايا 3 صور. اول حاجه اسمها الصوره المتجهه، اهو يا دكتوره الصوره المتجهه بكل هدوء خالص اهو. طب الصوره المتجهه بقى مين الشاطر اللي حفظتها؟ تروح تقول لك يا استاذ احمد والله عباره عن ر متجه بتساوي ق زائد ك ياء متجه. قولي لي يا دكتوره ق يعني ايه؟ النقطه التي تنتمي للمستقيم، ك ثابت مالناش دعوه بيه بتساوي زي ما هو، ياء متجه الاتجاه بتاع المستقيم. تروح تقولي لي والله تبقى معايا كمان صوره اسمها الصوره البارامتريه او الوسيطيه، قولي زي ما انت عايزه تقولي، اللي هي عباره عن ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي س تساوي س واحد زائد ألف كاف اللي بجيبها ما بفك دي، وصاد تساوي صاد واحد زائد باء كاف. طيب س واحد وصاد واحد بتاع النقطة ألف وب بتوع الإيه؟ متجه الاتجاه. شاطرة. تروحي تقولي لي أنا عندي كمان صورة اسمها الصورة الكارتيزية. عبارة عن إيه يا ست الكل؟ تقولي لي والله دي سهلة، صاد ناقص س ناقص تساوي الميل. طيب صاد ناقص ايه عشان نكمل القانون؟ تقول لي صاد واحد وس ناقص س واحد تساوي الميل. لو انا رحت عملت طرفين في وسطين هنا كده باخد الصوره العامه. شاطره جدا. اخر بقى صوره معاكي خالص في الحصه اسمها الصوره او صوره المستقيم بمعلوميه، هو بتقال كده، الاجزاء المقطوعه من المحاور. مش فاهم ايه ده؟ بس ده جميله دي سهله اهي. بص عباره عن ايه؟ س على ألف زائد صاد على باء بتساوي واحد. مش فاهم؟ تعال اشرح لك. يجي يقول لك اذا كان المستقيم كده اهو يقطع من محور السينات جزءا طوله -3، ويقطع من محور الصادات جزءا طوله 4. تعرف تجيب المعادله؟ المعادله هنا هايفه قوي. بص اهي تروح تقول له س على هو قطع كام؟ -3، صاد على قطع كام؟ 4 بتساوي كام؟ 1. بس كده اهو. ودي اسهل صوره فيهم. بص بقى يا استاذ احمد انا حاسس ان انا تهت. لا، لو انت مركز معايا ومش خايف وماشي معايا واحده واحده مش هتتوه. سمي الله، صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. محتاجين نهدى شويه بقى كده. هو احنا يا استاذ بنجيب معادله المستقيم. طيب هو بيطلب مني معادله معينه؟ ممكن يقول لك هات لي الصوره العامه، هات لي الصوره الاحداثيه، هات لي القرطيزيه، هات لي. طيب لو قال لي الصور المختلفه بروح اجيب ال3 صور. هو انا عاوز ايه عشان اجيب ال3 صور دول يا استاذ؟ او انا اشتغل في المستقيم عايز ايه؟ حاجتين اتنين بس قدرت توفرهم جدع. ايه هما؟ والله اول واحده النقطه، ومش اي نقطه، ده نقطه على المستقيم. تاني واحده الميل. عرفت تجيب دول جدع. طب انا بجيب الميل ازاي؟ عملت لك ملخص ما يخرش الميه. لو انت ذاكرته كويس قوي هتعرف تجيب اي ميل في الحصه اهو. دول ال5 ميول الموجودين عندك. عرفتهم يا باشا وذاكرتهم يبقى انت جدع وبرنس. عرفتهمش وما ذاكرتهمش وخفت الدرس يبقى بالنسبه لك صعب. طب ما تسمي الله، صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. انا عايز واد جدع بقى كده ما بيخافش ويدخل معايا السؤال ده على الهادي خالص. احنا ما فيش ورانا حاجه ومش مستعجلين وعلى راحتنا. وقت الحصه ده يبقى طويل قوي. اوجد معادله المستقيم. ما قالش وما حددش، فانا اجيب اي واحده فيهم الذي يمر بالنقطه. فتيجي جدع كده في البدايه وتقول والله يا استاذ دي النقطه، وتتعلم تحل ازاي زي ما انا بحل كده، اللي هي ق اللي هي 1 و4. فتتعلم في الرياضه
تقرا السؤال حته حته وجزء جزء وتطلع المعطيات وتكتبها قدامك. ويصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاويه قياسها دي، فانا اروح اقول له والله المستقيم ده يصنع زاويه، او تكتب كده يا ولا اكتب كده اهو، والزاويه قياسها 3 باي على 4. 3 باي اللي هي 180 على 4، رحنا حسبناها لقيناها 135 درجه يا دكتور، شاطر قوي. طب ما المقصود بمعادله المستقيم؟ اللي هي الصوره العامه او اي صوره. انا هجيب بقى الصور كلها واشتغل معاك برضو على الهادي كلها واشرح لك. اول حاجه هقول له بسم الله الرحمن الرحيم، وهكتب كده يا باشمهندسه الصوره المتجهه. طب الصوره المتجهه احنا قلنا راء متجه بتساوي قاف زائد كاف ياء متجه، يلا بينا. فنقول راء متجهه تساوي قاف النقطه موجوده بالمناسبه 1 و4 زائد كاف اهو. طب اليه بجيبه ازاي؟ اليه ده اسمه متجه الاتجاه، بيجي من الميل. طب الميل بنجيبه ازاي؟ طب ما انا عندي زاويه، هروح اقول له الله الله الله، فانا ممكن اجيب الميل. الميل يساوي ظا الزاويه، فتقول يا ست الكل تان ال 135 يساوي -1. شاطر قوي. مش -1 دي اصلها -1 على الواحد فلو انا عاوز اجيب يه، خليك واد جدع بقى، يلا يه هتساوي ايه؟ مين هيكتبها؟ احنا قلنا بنبدل، يبقى 1 و1. شاطر قوي. فتقول لي يبقى 1 و1. واحد يقول لك الواحد ده جه منين؟ يا ابني عيب عليك، ما هو اي حاجه ملهاش مقام يبقى مقامها واحد، مش محتاجه خالص يعني شرح. ده كده الصوره المتجهه احنا اشتغلناها اهو. يبقى لو انا عرفت اجيب الميل حليت السؤال وانا مغمض. طيب برضو بالهدوء خالص هنروح نجيب المعادله البارامتريه. واحنا اتفقنا مع بعض المعادله البارامتريه دي بتبقى عباره عن ان احنا بنقول س تساوي، وبنقول برضو ص تساوي. يلا بناخد الاول مع الاول، يبقى الاول اسمه 1 زائد 1 في كاف بواحد كاف. الثاني مع الثاني 4 ناقص 1 في كاف بسالب 1 كاف بسالب كاف. دي المعادله البارامتريه. اروح اكمل، يلا انا ورايا حاجه، ده انا بحبك. هجيب المعادله الكارتيزيه. الله، اللي هي عباره عن ايه؟ اهو استاذ احمد قايل لك بص، ص ناقص س ناقص تساوي الميل. طب ص ناقص النقطه يبقى ص ناقص دي، خلي بالك اوعى تغلط، يبقى ص ناقص 4 س ناقص الواحد بتساوي الميل اللي هو -1. دي الكارتيزيه. طب لو انا عاوز الصوره العامه اهو، فاروح اقول له والله الصوره العامه نعمل احنا بقى مقص، ده اصله على 1. ص في 1 بص ناقص 4 -1 في س سالب س زائد الواحد، عدي دول مع بعض. فلقيت هنا يا صديقي ان ص زائد السين، الواحد يعدي ب-1 وسالب 4 -5 بتساوي 0. وهذه الصورة العامة يا دكتورة. درس ممتع جدا 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 جدا، ودرس جميل وما يخوفش. كان في البداية يخوف ويقلق عشان معلومات جديدة، بس خلاص بقى الدنيا بقت فكت والدنيا بقت سهلة معايا. في مشكلة؟ لا. طب ما تسمي الله، صلي على رسول الله، خليك واد جدع وجريء وادخل في السؤال. ايه يا حبيبي؟ اوجد الصور المختلفة، الثلاث صور لمعادلة المستقيم الذي يمر بين نقطتين. الله، قاف ونون. تقول له تعالى بقى، تعالى كده، انا خلاص فهمت الدرس. انا عشان اقدر اشتغل على معادلة المستقيم يا دكتور اهو، عشان تقدر تشتغل على معادلة المستقيم لازم يبقى معاك حاجتين اتنين وتجهزهم قدامك. تقول له قاف النقطة. طب يا استاذ احمد انا عندي نقطتين، اخد اي واحدة فيهم؟ اي واحدة صح. اخدت دي صح، اخدت دي. واحد يقول لك طب لو انا خدت دي وزميلي خد دي صح، الاثنين صح، اي نقطة صح. مش احنا قلنا في بداية الحصة ان المستقيم ينتمي او يقع عليه عدد لا نهائي من النقاط، فاي نقطة هتاخدها على المستقيم صح، اي نقطة صح. هاخد مثلا النقطة الاولانية اللي هي 3 وسالب 1. شاطر. محتاج كمان حاجة منك يا دكتور الا وهو الميل. جدع. هنا بقى الميل مش متوفر. شاطر. تروح بقى تذاكر وتشوف الملخص اللي احنا عملناه. بجيب الميل ازاي؟ تقول لي انت مديني ايه عشان اجيب الميل؟ اقول لك تعالى نشوف. انا مديك يا محترم نقطتين. هوبا، ايوه. فاكر ما قلت لك لو انت عندك نقطتين تعمل ايه؟ فرق الصادات على فرق السينات يا دكتوره. 4 ناقص الواحد او العكس مش هتفرق. يعني لو قلت -1 ناقص 4 ماشي، -1 ناقص 4. 3 ناقص 2 يبقى 3 زائد 2. -1 ناقص 4 -5. 3 و2 5. فالميل يطلع -1 على الواحد. في مشكلة يا قلبي؟ لا. تعالى بقى نحل ونقول له بسم الله الصورة المتجهة. الله، حفظتها يا ابني؟ ر متجه بتساوي قاف زائد كاف ياء متجه. امال كانت صعبة ليه في الأول؟ أهو. فقلنا يبقى قاف ر متجه بتساوي قاف النقطة 3 وسالب 1 زائد كاف الثابت.
ياء متجه بنجيبه ازاي؟ استاذ احمد قال لك لو انت عندك الميل بدلهم، يبقى 1 وسالب 1. برافو. هات الصوره الثانيه. مين الشاطر اللي هيقول؟ المعادله البارامتريه. تروح تقسم كده وتقول له س تساوي ص تساوي، خد الاول مع الاول يبقى 3 زائد 1 في كاف بكاف. الصوره الثانيه الثاني يبقى سالب 1 سالب 1 في كاف بسالب كاف يا محترم. دي البارامتريه. ماشي. هات الثالثه الكارتيزيه. قلنا ايه؟ ص ناقص س ناقص تساوي الميل، يبقى ص ناقص النقطه وما تغلطش، تروح تكتب دي س ودي ص وتطرح الصاد من الصاد. ص ناقص 1 يبقى زائد الواحد على س ناقص الثلاثه بتساوي الميل اللي انت جبته، تكتب كده اهو سالب 1 على الواحد. جدع. طب انا عايز الصوره العامه. خلاص استاذ احمد قال لك اعمل مقص. 1 في ص زائد الواحد، ص زائد الواحد تساوي سالب 1 في س سالب س زائد الثلاثه. هوب جمع، فلقيت ان ص زائد السين هعدي ده سالب 2 بتساوي 0. كده سؤالك خلص يا دكتور يا محترم. الحمد لله بفضل ربنا علينا وبكرم ربنا علينا الحصه بقت سهله. الرياضه حلوه يا جدعان والرياضه جميله وما نخافش. تعالى برضه هغير لك الكلام. اوجد الصوره المتجهه والكارتيزيه بس. حاضر. لمعادله مستقيمه الذي يمر بنقطه الاصل. حاضر. يبقى انت معاك نقطه الاصل هي ق اللي هي 0 وصفر، وبالنقطه ق برضه في معاك نقطه ثانيه اللي هي سالب 3 و5. تقول له يا باشا صباح الفل، هو انت مش مديني نقطتين؟ انا هتعامل معاك. اقول لك ماشي، تعالى نجيب الايه، ناخد اي نقطه فيهم. عايز تاخد دي صح تاخد دي صح، بس خليك في النقطه ده اهي. لو انت خدت دي صح، واحد يقول لك طب ما خدتش 0 وصفر ليه؟ صح، بس انا عايز اخد النقطه دي عشان ابين قدامك ارقام كده يعني، فهاخد دي النقطه. ماشي. طب انا عاوز اجيب الميل. احنا الميل قلنا فرق صادات على فرق السينات، فتقول له ايه؟ 5 ناقص الصفر 5، سالب 3 ناقص صفر سالب 3، فطلع لك 5 على سالب 3. ولو انت ملاحظ انا خدت برضو الصاد على السين او ب على الالف، فاذا ممكن هشتغل حاجه اسمها متجه الاتجاه. متجه الاتجاه بقى بتاع اي مستقيم طرح اي نقطتين. المعلومه دي مهمه قوي، خلي بالك منها بقى. متجه الاتجاه، محدش هيقول لك الكلمه دي. متجه اتجاه للمستقيم اهو، تخلي بالك من الحته دي بقى. ده بنروح نقول لك طرح اي نقطتين على المستقيم. ولو انت ليك اخ في ثالثه ثانوي ومتابع مع احمد الفخر، يقول لك الدرس ده احنا بناخده في ثالثه ثانوي، واستاذ احمد قايل لك معلومات جميله جدا 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 ومرتبطه بثالثه ثانوي. فاهم اللعبه؟ فالدرس ده والله العظيم يا رجاله احنا بنشرحه بطريقه ربنا الاعلم بنراعي ربنا فيه ازاي، ما بخلتش عليك بولا معلومه. فلو انت عندك نقطتين مثلا زي دول وطرحتهم يديك متجه الاتجاه على طول. خلصنا. تعرف تكمل؟ تعالى عايز الصوره المتجهه. خلاص بقى، يبقى ر متجهه تساوي ق، خد النقطه ده اهي اللي هي سالب 3 و5 زائد ك في النقطه في الياء بقى احنا قلنا ايه الياء؟ بدل دول يبقى سالب 3 و5 اللي هي دي على طول. بس يا باشا. واحد يقول لك طب لو انا حطيت صفر وصفر، والله العظيم صح يا جدعان، والله العظيم صح، بس انا عن نفسي مش عايز احط صفر وصفر. هتلاقي كان المعاصر اصلا حط صفر وصفر ورايح دماغه، انا مش عايز اعملها كده. ولا انا عايز اشرح لك. طب انا عايز الصوره الكارتيزيه على طول، مين حافظها؟ تروح تقول لي ص ناقص س ناقص تساوي الميل. اي نقطه خدت دي اي نقطه يا جدعان والله العظيم صح. تعال ناخد دي اهو يا عم، ده صفر وصفر بتساوي الميل، ما احنا لسه جايبينه 5 على سالب 3. طب لو انا خدت النقطه دي يا ابني صح، عايز تعمل مقص بقى؟ لا سيبها كده. فتروح تقول لي يبقى ص على س تساوي 5 على سالب 3. الله يبارك لك يا ابني. ده هو عايز دول بس، هو قال لي كده المتجهه والكارتيزيه. اعمل ايه يعني؟ ازود من عندي؟ ماشي. كمل يا محترم. اوجد الصور المختلفه الثلاثه المعادله المستقيمه الذي يمر بالنقطه ده اهي. حاضر. فتيجي تجهز كلامك وتقول له خلاص يبقى النقطه ق سالب 3 و2. كمل 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 كمل. وعمودي على المتجه ن ده. تعالى بقى، طبعا انا لسه قايل لك تعالى عايز اشرح الحته دي بس على جنب عشان اخلص منها. بص يا صديقي، هو انت مديني متجه اسمه ن، ماشي، 1 و4. يا ترى ده المتجه اللي انا هاخده؟ لا. ليه لا؟ ما اصل انا جيت في بدايه الحصه قلت لك انت عندك يوازي وعمودي، صح؟ فلو قال لك يوازي الميل هو الميل، وبالتالي متجه الاتجاه هو متجه الاتجاه. ولكن لو قال لك عمودي قول له لا استنى بقى، مش انت مديني متجه؟ انا عاوز بص اقول لك حاجه حلوه، بدل وغير الاشاره بقى 4 وسالب 1 بس، او لو غيرت اشاره دي ما عنديش مشكله، هما الاثنين صح. طب الكلام ده جه منين؟ تعالى اقول لك بس كده واحده واحده. هاخد ن،
هجيب ميل انا بشرح ده شرح، ميل نون، الميل صاد على السين يبقى 4 على 1 جدع. طب انا عاوز ميل يه بتاعتي، مش احنا قلنا في لما جيت قلت لك في العمودي اقلب وغير الاشاره، فاقلب دي وغير اشارته يبقى اسمه سالب 1 على 4. طب ما تخليه متجه يبقى 4 وسالب 1، وده اللي انا قلته لك اهو. فاذا لو انا اديتك متجه وقلت لك المتجه ده يوازي، فاخد المتجه زي ما هو، بسط كوبي زي ما هو. طب لو قلت لك عمودي بدل وغير اشاره اي واحد فيهم، غير اشاره اي واحد فيهم. يعني سؤالي زي ده كده، مش انت قلت لي عمودي مش ده نون، انا عاوزه يه بتاعي انا بقى. خلاص يا باشا بدل يعني مش دي 1 و4، يبقى هنا 4 وهنا 1 وغير اشاره اي واحد. على فكره غيرت الاربعه صح، غيرت السالب 1 الاثنين صح. اظن على فكره لو انا سبتك لوحدك تعرف تكمل بقى. ما هو انا بقى فايدتي في حصه النهارده اوفر لك النقطه واوفر لك المتجه واقول لك روح حل، انت مش صغير. انت خلاص حفظت بقى الثلاث معادلات وعايز الصور المختلفه، فنقول يلا يبقى راء بتساوي قاف اللي هي سالب 3 و2 زائد كاف في ياء 4 وسالب 1. ماشي. البارامتريه اهو س تساوي، يلا خليك شاطر واحفظهم بقى، صاد تساوي الاول سالب 3 مع الاول 4 كاف، صاد الثاني 2 ناقص الواحد في كاف بسالب كاف. انا عاوز الصوره الكارتيزيه، صاد ناقص س ناقص تساوي الميل، صاد ناقص النقطه يبقى ناقص 2، س ناقص 3 يبقى زائد 3. الميل بنجيبه ازاي؟ ب على الالف او صاد على س، سالب 1 على 4. ماشي. انا عايز الصوره العامه، يلا يا باشمهندس نعمل مقص، 4 في صاد ب4 صاد، سالب 2 في 4 سالب 8، سالب 1 في س سالب س سالب 3. جمع، رحنا لقينا هنا ان 4 صاد زائد السين لما نعدي دي تبقى سالب 5 تساوي 0. وشكرا لحضراتكم. حتى لو انا جيت قلت لك تعرف تجيب الميل من هنا، تقول لي انت قلتها لي في اول الحصه سالب معامل السين على معامل الصاد، يعني سالب 1 على 4 اهو، سالب 1 على 4 ده الميل اللي احنا جبناه اهو، سالب 1 على 4، فاذا كده حلي صح. درس جميل جدا وممتع جدا 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 ولذيذ والله العظيم، ما يخوف يا رجاله والله العظيم. ده انا لسه مكمل، ده انا جايب لك اسئله كتير، لو انت مركز انا حليت دلوقتي ولا 15 سؤال. تعال نشوف اسئله المعاصر. الراجل بيقول لك انا بقى معاك الف ومعاك ب. طيب تعرف تجيب الميل؟ تقول له يا باشا وانا صغير عيب يا جدعان ما تصغروناش، الميل اهو، ما انت لسه شارح لي يا استاذ احمد، معاك نقطتين فرق الصادات على فرق السينات 6، هتقول له 6 ناقص 2 يبقى زائد 2، خلي بالك من الاشارات يا حبيبي. 5 ناقص 3 ماشي، 6 و2 8، 5 ناقص 3 2، فالناتج يطلع 4 والناتج هنا يا باشا 4. يجي يقول لك ميل المستقيم. طب لو قال لك ميل العمودي اقلب وغير اشارته سالب ربع، خلي بالك من دي. طيب رقم 2 ميل المستقيم الذي معادلته يا جدعان ما تصغروناش، 2 س ناقص 3 ص زائد الخمسه تساوي 0. لو انت بقى بتذاكر ومراجع وبتتابع احمد الفواخري ومشترك في القناه وبص وبتشوف الشرح دهوت، هتعرف تحل اي سؤال في الدنيا بعون ربنا وبكرم ربنا. مش انت معاك مستقيم الميل بنجيب ازاي يا دكتوره؟ والله قولي لي، سالب معامل السين على معامل الصاد فيطلع الناتج 2 على 3. خلي بالك من دي قوي، معامل السين باشارته، معامل الصاد باشارته يا محترم، كل واحده باشارتها. دي 2 انا مالي، دي سالب 3 انا مالي برضه، كل واحده باشارتها. سالب مع السالب يطلع الناتج 2 على 3، وخلي بالك وانت بتختار وتركز. اكمل. المستقيم المر بالنقطتين يكون ميل المستقيم العمودي عليه. هاي خلي بالك بقى، تروح تقول له اول حاجه هجيب الميل، فبسم الله اهو، تروح تقول له الميل يساوي فرق الصادات على فرق السينات، 3 ناقص 2 يبقى 3 زائد 2، 5 ناقص 4 5 ناقص 4. بس استنى، هيرد واحد عليا ويقول لي اشمعنى بتبدا من هنا؟ ما بداتش من الاول ليه؟ والله العظيم هم الاثنين صح يا جدعان، ما فيش شعر نشد وشغال البصله بقى وصح كده. بدات 3 ناقص 2 صح، قلت سالب 2 ناقص 3 هتطلع صح برضه. طب 2 و3 5 جدع، 5 ناقص 4 1. استنى، اوعى تختارها، اوعى. ليه؟ لا عشان انا عاوز يا دكتور العمودي عليه. اقلب وغير اشاره، اقلب يبقى سالب 1 على 5، سالب 1 على 5، اقلب وغير الاشاره. اذا كان ميل المستقيم اللي قدامك ده يساوي 2 هات الالف. طب ما بالراحه علينا كده، هو احنا بنجيب ميل المستقيم ازاي؟ احنا لسه قايلين اهوت يا باشمهندس، بص، سالب معامل س على معامل ص. يلا بينا يبقى ده سالب، ما تخافش. معامل السين كل ده حطه زي ما هو كده يا ابني، تخاف ليه؟
3 ألف زائد الواحد. طب معامل الصاد بإشارته يا محترم، بإشارته يا محترم. سالب 2 ألف أهو، سالب 2 ألف كلها بتساوي الاتنين. اشتغل أنت بقى. طب ما تطير سالب مع سالب، بعمل مقص. 3 ألف زائد الواحد يبقى هنا 3 ألف زائد الواحد تساوي 2 ألف في 2 ب4 ألف. هدي هنا نقلناه. 4 ألف ناقص الألف يطلع لك ألف واحد بتساوي 1. هتلاقيها في الاختيارات بعون ربنا الإجابة صح. فأنا بقول لك الدرس ده يا رجالة درس ممتع جدا ودرس جميل لو ذاكرته كويس وذاكرت الملخص اللي أنا عملته لك. طلاب اليوتيوب عايز تاخد سكرين شوت، خد سكرين شوت. طلاب المنصة هينزل لك PDF للحصة كلها، ذاكره يا باشا بالملخص بكل حاجة. تذاكر الحصة دي كويس قوي، تكتب القوانين تاني بإيديك. خلي بالك من الكلمة دي يا صديقي. طب لسه في إيه تاني يا أستاذ أحمد؟ مش خلاص كده؟ خلاص إيه يا ابني؟ أنت شغال مع أحمد الفواخر بتحل لك ولا 20 سؤال في الحصة. كمل يا كامل وافرم الدرس يا ولد. أوجد الصورة المتجهة. تقول له طب استنى، هو أنت عاوز إيه يا محترم؟ الصورة المتجهة. طب هي إيه؟ تعرف تقولها؟ تقول له أنا حفظتها خلاص. ر متجه بتساوي ق زائد ك ي متجه. يبقى أنا عاوز حاجتين اتنين. ق النقطة التي تنتمي للمستقيم، ي متجه متجه لاتجاه. أو لازم تكون فاهم الشرح. ماشي، أعمل أنا إيه بقى؟ معادلة المستقيم اللي قدامك. أوبا، لا استنى بقى. 3 س ناقص 2 ص زائد 12 تساوي 0. إيه ده يا أستاذ أحمد؟ نعم. هنا بقى أنت ولا اديتني ميل ولا اديتني نقطة. الله، أعمل إيه؟ افتكر الشرح. طب الشرح كان بيقول لك ايه؟ اول حاجه في الشرح بجيب النقطه ازاي؟ النقطه معطاه. طب هي مش معطاه، قلت لك عوض مكان السين باي رقم. وانا قلت اي رقم، ما قلتش صفر، قلت اي رقم. وانا عن نفسي بحب اعوض بصفر. يعني لو انا عوضت بصفر او 1 او 2 او 1000 او مليون صح يا جماعه. او عشان ما حدش يجي يسالني يا ابني ممكن تحط 1 او 2 او 3 اي رقم. يعني اي رقم صح. يا جماعه انا عن نفسي هحط صفر مكان السين او الصاد، انا حر. هحط مكان السين بصفر. لما احط مكان السين بصفر دي بتروح، فيفضل لك كده، يفضل معاك سالب 2 ص زائد 12 بتساوي صفر. انقل سالب 2 ص تساوي سالب 12. اقسم، يبقى ص هتساوي سالب 12 على 2 فيها الست. انا كده جبت النقطه يا معلم اللي هي دي اهو، 0 و6. طب واحد تاني عوض باي رقم تاني، ما هيطلع رقم مختلف، مش هيطلع 0 و6. تبقى صح ولا غلط يا حبيبي؟ صح. ما احنا قلنا المستقيم عليه عدد لا نهائي من النقاط، فاي نقطه انت بتجيبها صح. طب واحد حط مكان الصاد صفر، برضو الرقم هيطلع مختلف بس الناتج صح. اي نقطه صح، عشان السؤال ده مقالي. طيب عايزين نجيب بقى ايه؟ متجه لاتجاه. طيب اول حاجه تعرف تجيب الميل؟ تقول له اعرف اجيب الميل. هو انا صغير؟ الميل بيجي ازاي؟ سالب معامل السين على معامل الصاد. يبقى سالب معامل السين 3 معامل الصاد سالب 2. فلقيت ان الميل طلع لي 3 على الاثنين. برافو. قال لك يوازي، قال عمودي، قال اي حاجه؟ لا ما قالش. يبقى الميل اهو. طب لو قال لفظ العمودي اقلب وغير اشاره. طب كلام محترم. يلا نعوض. يلا. يبقى ر متجه بتساوي ق النقطه اللي هي 0 و6 زائد ك الثابت. ياء بنجيبه ازاي؟ مش عندك الميل؟ بدلهم. يبقى 2 و3. خلص السؤال يا دكتور. ايه رايك؟ سؤال جميل ورياضه، اسئله رياضه واسئله حلوه وحاجات ممتعه ودرس ممتع، ما تخافوش منه. كمل يلا يا ابني، يلا قول. اوجد الصوره المختلفه، اوجد الصوره المتجهه والكارتيزيه للمستقيم الذي يمر بالنقطه. تروح تقول له خلاص يبقى النقطه ق اللي هي سالب 4 و1 والمتجه ده حاضر عمودي عليه. تقول له خلاص بقى، انا ما عادش بخاف من الكلام ده اهو. ي بتساوي عمودي بدل وغير اشاره، يبقى 6 وسالب 3 وغير اشاره اي واحد فيهم. بدل دول وغير الاشاره. على اول اقول لك عمودي بدلهم وغير اشاره. خلاص بقى. عايز تجيب صوره متجهه؟ حاضر، هروح اقول له الصوره المتجهه. زهقتوا انتوا صح؟ اهو راء متجه بتساوي ق زائد ك ياء متجه. ق بكام يا معلم؟ سالب 4 و1 زائد ك في ياء جبناه 6 و3. عايز صوره الايه؟ الكارتيزيه. حاضر اهو الكارتيزيه. قول لي يا ابني يلا. اعمل ايه؟ والله يا استاذ قلنا ص ناقص س ناقص تساوي الميل. ص ناقص النقطه يبقى ص ناقص الواحد. س ناقص 4 تساوي الميل. ده على ده 3 على 6. عايز تقول لي نص بقى، عايز تعمل مقص بقى، عايز تسيبها كده بقى، خلاص يا عم ما توجعش دماغك. كمل. المستقيم لام. تعالى بقى. الذي ميله 3. يبقى السؤال رقم 1 الراجل قايل لك يا محترم الميل يساوي 3 ويقطع جزءا سالب من محور الاحداث من محور الصادات بتساوي 7. الله، اللي هو الجيم بتساوي 7. فاكر المعادله بتاعت ثالثه اعدادي اللي كتبتها لك اللي هي ص تساوي م س زائد الجيم؟ اهي دي. ادي ص اهو.
ميم الميل 3 س ج اللي هي كام؟ يقطع جزءا ايه؟ استنى بقى، سالب، خلي بالك من الحته دي، سالب يبقى سالب 7. انا المعادله سيبها كده يا باشا، هو ما قالش بقى ولا متجهه ولا كارتيزيه ولا هو عايز دي. فهنا نوع من انواع المعادلات اللي هو يقطع من محور الصادات مثلا كده واديك الميل، فاكر؟ يبقى صاد بتساوي م س زائد الج. اللي بعدها دي اللي انا عاوزها بقى. لام الذي يقطع من الجزء الموجب من محور السينات 4 ويقطع من جزء السالب من محور الصادات 3. فاكر المعادله اللي قلت لك ده حلوه قوي، اللي هي صاد لا س، اللي هي س على ا زائد صاد على ب تساوي 1. اللي هي بنعمل ايه؟ بنروح نقول له والله س زائد ادا صاد بتساوي 1. ألف ده الجزء المقطوع من محور السينات، وهو قال لك الجزء الموجب من محور السينات 4 يبقى س على 4. ب الجزء المقطوع من محور الصادات، وهو قايل لك يقطع من الجزء السالب من محور الصادات 3 يبقى سالب 3. خلصنا. س على 4 زائد ص على سالب 3 بتساوي 1. هو ده اللي هو عايزه. بتسيبها كده اهو، هتلاقيها في الاختيارات كده على فكره. لا الاصعب بقى من كده السؤال ده اهو. يجي يقول لك اوجد طولي الجزئين المقطعين من محاور الاحداثيات 3 س زائد 8 ص ناقص 24 تساوي 0. يعني ايه؟ يعني يا صديقي انا محتاج من حضرتك الجزء المقطوع من محور السينات، وعايز برضو من حضرتك الجزء المقطوع من محور الصادات. بص بقى، السؤال ده اصلا سؤال هايف، يتحل بطريقتين مش طريقه واحده. بحبك في الله. اول طريقه، وانت عايز ايه يا ابني؟ الجزء المقطوع من محور السينات، حط الصادات بصفر وانت صغير. يعني هنحط الصاد بصفر يا معلم. حطينا الصاد بصفر فيطلع 3 س ناقص 24 تساوي 0. يعني 3 س تساوي 24 اقسم، يبقى س طلعت 8. الله. والجزء المقطوع من محور السينات عباره عن 8 وصفر. خلصنا. سهله. طب الجزء المقطوع من محور الصادات، عوض السين بصفر. يفضل 8 ص ناقص 24 تساوي 0. انقل، يبقى 8 ص تساوي 24 اقسم، يبقى ص طلعت 3. يبقى الجزء ده يطلع 0 و3 بس يا محترم اهو. فلما اجي اقول لك الجزء المقطوع من محور الصادات، عوض مكان السين بصفر. الجزء المقطوع من محور السينات، عوض مكان الصاد بصفر. بس اهي سهل. يبقى الجزء المقطوع من محور السينات حط الصادات بصفر، مقطوع من محور الصادات حط السينات بصفر. او ايه بقى؟ تاخد المعادله دي وتخليها على المنظر اللي احنا لسه قايلين عليه، اللي هو ده س على حاجه وصاد على ب، صاد على حاجه بتساوي ب. يعني نعمل ايه؟ اول حاجه عدل 24 هنا. شوف اللعبه دي بقى، دي لعبه حلوه قوي اهو. يبقى 3 س زائد 8 ص تساوي 24. وعلى طول يا دكتور اقسم على الرقم ده، اقسم المعادله كلها على 24. يبقى 3 س على 24 زائد 8 ص على 24. في حاجه بالسالب؟ لا كلها بالموجب. ماشي. 24 على 24 فيها الواحد. لو انا قسمت دي هتطلع لك المعادله كالاتي. بص اهي، س على 8 زائد، لو انا قسمت دي ص على 3 بتساوي 1. ما ده اللي انا جبته. يبقى 8 الجزء المقطوع من محور الصادات، والثلاثه 8 الجزء المقطوع من محور السينات، والثلاثه الجزء المقطوع من محور الصادات. يجي الراجل يقول لك بقى حاجه زي دي، اثبت ان النقط ا وباء وج على استقامه واحده. ليها اكتر من طريقه. ممكن بالمتجهات زي ما احنا اتعلمنا، ممكن بالبعد نجيب الابعاد، او بالميل. والميل ده اسهل. اسهل ازاي؟ الراجل يجي يقول لك مش انت عندك الثلاث نقاط اهوت يا صديقي، الالف والب والجيم. انا اول حاجه هجيب ميل الف ب اهوت يا عم. والله العظيم سهله جدا. هقول له ميل الف ب، هات الميل يلا. فرق صاد على فرق السينات 7 ناقص او العكس، يلا العكس يا عم عشان ما تزعلش. سالب 3 ناقص 7 اهو، سالب 3 ناقص 7. 4 ناقص 6 يبقى زائد 6. شوف كده، سالب 3 ناقص 7 بالسالب 10. 4 و6 10. طب سالب 10 على 10 سالب 1. جدع. طب ما تجيب ميل ب ج مثلا اهو، ميل ب والجيم. يلا بينا، ادي الب وده الجيم. يلا يا باشا. 7 ناقص 4 يبقى 7 زائد 4. سالب 6 ناقص 5 سالب 6 ناقص 5. البسط يطلع 11، المقام سالب 11 طلعت سالب 1. الله، مش الميل ده بتساوي الميل ده؟ يبقى على استقامه واحده. فلما اجي اقول لك اثبت انهم على استقامه واحده، تجيب ميل ا ب يساوي ميل ب ج يساوي ميل ا ج. اي واحده من دول. تجيب 2 بس، ميل ا ب وميل ب ج يساووا بعض، ميل ا ب وميل ا اي ميل 2 لو طلعوا بتساووا بعض على استقامه واحده، ما طلعوش بتساووا بعض ليس على استقامه واحده.
يجي راجل بعد كده نختم بقى بسؤال تقيل شويه وسؤال حلو وسؤال رجاله يعني. الراجل يجي يقول لك بص يا باشا، معاك الف باء ج مثلث ومديك رؤوسه اهو، ارسم مثلث معلش، الف ب وج. الف الراس بتاعته -1 و5، ج الراس بتاعته -3 وصفر، وب الراس بتاعته 4 وسالب 2. يجي يقول لك ايه بقى؟ اوجد معادله المستقيم المار بالراس الف. حلوه دي قوي. يبقى انا هقول له المار بالراس الف، يبقى الف دي النقطه -1 و5. ما هو انا بقيت انسان ذكي ووصلت لنهايه الحصه، انا عاوز نقطه، فلازم يكون عندي نقطه. هو حددها لك، قال لك النقطه الف، تروح تاخدها وايه بقى؟ عمودي على الب ج. الله. فاروح انا اقول له هجيب ميل ب ج. انت خايف ليه يا ابني؟ هات ميل ب ج. الميل باي طريقه، وليكن فرق السطح على فرق السينات. 0 ناقص ناقص 2 يبقى 0 زائد 2، -3 ناقص 4 يبقى -3 ناقص 4. يطلع الميل يا دكتور 2 على -7. برافو. قول له لا استنى بقى، مش برافو ولا حاجه، عشان كلمه عمودي يا دكتور. اكتر حاجه بتنسوها في الدرس ده العمودي ده. بتبقى انت فرحان ان انت رحت جبت الميل وتجري، الله ده انا جبت الميل، هي لا اوعى اوعى. اول ما تشوف عمودي تعملها تعظيم سلام، تقول له لا استنى، العمودي ده يا باشا اقلب وغير اشاره، اوعى تشتغل عليه. يعني ايه اقلب ده وغير اشارته؟ يبقى الميل المطلوب بتاعي 7 و2. انا غيرت الاشاره يا دكتور. تعالى بقى، انت عايز ايه يا معلم؟ اي معادله اعرف اجيبها لك. عايز المتجه، يبقى ر هتساوي النقطه اللي هي ده اهي -1 و5 زائد كاف في ياء، بدل دول 2 و7. عايز الصوره العامه؟ يلا نجيب لك الصوره العامه. اخر واحده ص ناقص النقطه يبقى ص ناقص ال5 س ناقص الواحد على بتساوي الميل اللي هو 7 على ال2. رحنا عملنا مقصات يلا، فلقينا هنا ان 2 ص 2 ناقص 2 في 5 ب 10، 7 في س 7 س 1 في 7 ب7. جمع الليله دي يبقى معايا 2 ص ناقص 7 س، هد هنا يبقى ناقص ال 18 بتساوي صفر. ايه ده؟ ناقص 17. ناقص ده هيعدي بعكس الاشاره يبقى -7، يبقى ناقص 17 بتساوي صفر. دي بقى الصوره العامه يا صديقي. المقصود بقى بمعادله المستقيم، لما الراجل يجي لك مثلا سؤال زي ده كده، تجيب الصوره العامه، او تبقى واد شاطر وتوصل للثلاث صور، يبقى انا كده احبك يا صديقي. اظن كده انا خلصت. بس لما اجي اقول لك معادله المستقيم انا بقصد الصوره العامه، يبقى انا عاوز تجيب لي الصوره العامه بس كده. اقدر اقول لك ان انا كده حصتي خلصت معاك. كان درس ممتع قوي ودرس جميل، والدرس ده كله لو انت ركزت هو قائم على الميل. لو انت اتعلمت تجيب الميل وحفظت الصور بتاع المعادلات، خلاص الدرس بالنسبه لك خلص. كده خلصنا حصه النهارده. اسئله كتاب المعاصر على الدرس ده معديها 70 سؤال. ربنا يعيننا بقى ونخلصهم ان شاء الله. هينزل لك كاملا على المنصه. كده خلصنا حصه النهارده. اسيبكم في رعايه الله يا رجاله.